كيروش سيوافق على تدريب الأهلي بشرط مساعده يكشف مفاجأة. وعن موقف كيروش من تدريب الأهلي قال روجر ديسا: لست متأكدا من رغبته في العمل اليومي في فكرة كرة القدم خاصة مع الأندية. وأضاف: إذا كان هناك مشروع جيد فسوف يوافق على الفور ويفعل ذلك، لكنه سيحتاج إلى فريق تقني جيد معه. وعن موقفه الشخصي من التواجد مع كيروش في حالة تدريبه للأهلي اختتم: لما لا، لو طلبني سأوافق، أنا أحب المصريين وكرة القدم المصرية. بيسيرو يوجه تحذيرا شديدا لنجوم الزمالك قبل مباراة زد. وأكد جوزيه بيسيرو للاعبين على ضرورة عدم التفريط في أي نقطة خلال الفترة المقبلة، وضرورة استعادة الانتصارات بداية من لقاء زد. وقال شوبير: شغالين في دايرة محدودة ومحدش عنده الجرأة يجيب مدرب جديد. وقال مصطفى عبده: أنا مش عارف إيه اللي بيحصل للاعيبة الأهلي، في لاعيبة مستواها وحش وكولر مصمم يلعبهم. وأضاف: حسين الشحات لاعب مميز لكن منذ فترة لاعب وحش قوي، وبرغم من كده كولر مصمم يلعبه. وقالت زوجة إبراهيم شيكا في تصريحات عبر قناة المحور: إبراهيم حاليا بين الحياة والموت، ودي كلمة قليلة. ووصلني كلام من داخل نادي الزمالك إن مجلس الإدارة والمسؤولين هناك رفضوا مساعدة إبراهيم لأن حالته ميؤوس منها وكده كده حيموت. وقال شوبير: فضلت أقول هنا قبل المباراة بأسبوع: يا جماعة، فريق الزمالك محترم ومعاه مدرب جديد وعاملين معسكر ومركزين ولازم الحذر. وأضاف: أنت بتتقدم بالهدف الأول عن طريق بن شرقي، وفجأة خطأ جماعي، مش هقول اسم حد، لا، هو خطأ جماعي لعدد من اللعيبة يدخل هدف التعادل، بجانب إن في أخطاء مركبة وكان ممكن نخسر من الزمالك في الآخر بكرة طايشة ولا حاجة. حرص محمد شوقي نائب المدير الرياضي داخل النادي الأهلي على الحديث مع كولر، ونقل غضب الإدارة له عقب فشله في الحصول على ال3 نقاط وتحقيق الفوز في الديربي أمام الزمالك. علاقة رحيل علي ماهر من المصري بقيادة الأهلي: في حال قرر الأهلي اللجوء إلى خيار محلي فإن اسم علي ماهر يبرز كمرشح قوي. أكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد أن النادي الأهلي بدأ مفاوضاته مع محمد أشرف لاعب غزل المحلة المعروف بلقب بن شرقي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. أوضح الغندور أن السولية وهاني يشعران بعدم حصولهما على الفرصة الكافية تحت قيادة كولر هذا الموسم، لذلك قرر التحدث مع محمد شوقي باعتباره المسؤول عن شؤون اللاعبين داخل النادي للتعبير عن استيائهما والمطالبة بتوضيح موقفهما. رئيس نهضة الزمامرة: عدم احتفال بن شرقي أمام الزمالك طقوس مغربية. أكد أمير عبد العزيز لاعب الزمالك السابق أن الفريق واجه تحديات كبيرة بسبب الغيابات الناتجة عن الإصابات والإيقافات، لكنه ظهر بشخصيته القوية خلال مباراة القمة، مشيدا بمحمود بن تايج الذي أثبت شخصيته داخل الملعب، وصلاح الدين مصدق الذي يتمتع بروح قتالية عالية وشخصية اللاعبين الكبار. وقال محمد أبو العلا: الفترة الماضية كان هناك محاولات لهدم نادي الزمالك عبر وسائل الإعلام والكم من الإشاعات بشكل غريب لكي لا يكون هناك استقرار فني داخل الفريق. أكد ميشيل سعد الصحفي الرياضي: جمهور ليفربول يضغط على الإدارة لتجديد عقد محمد صلاح، واللاعب يركز على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية مع الريدز، وأتوقع تجديد عقده خلال الأسبوع المقبل. من البرتغال وسويسرا 3 أسماء مرشحة لخلافة كولر وهذا المدرب الأوفر حظا. يعد جوميز المدرب السابق للزمالك من الأسماء التي تتردد بين الحين والآخر داخل القلعة الحمراء، ويظل اسم السويسري رينيه فايلر مرشحا بارزا بعدما سبق له قيادة الأهلي إلى نجاحات كبيرة خلال فترة قصيرة. ويتمتع البرتغالي كارلوس كيروش بسيرة ذاتية قوية حيث سبق له قيادة منتخب مصر وترك بصمات واضحة. غزل المحلة يوقف مستحقات اللاعبين ويوقع غرامة قدرها 50,000 جنيه على كل لاعب. أحمد بلال: كولر يتحمل مسؤولية التعادل وطريقة لعبه لا تناسب إمكانيات لاعبي الأهلي. وقال الغندور: تواصلنا مع مصدر بالنادي الأهلي بخصوص الأخبار المتداولة عن نية إدارة الأهلي لرحيل كولر خلال الفترة الحالية. المصدر أكد في تصريحاته بأن هناك غضب كبير بكل تأكيد، والأهلي لا يتعامل بالقطع مع المدرب أو اللاعبين، ولن يتم التفريط في كولر في منتصف الموسم. مصدر في تصريحات أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي استقرت على رحيل السويسري مارسيل كولر خلال الفترة القادمة في حالة استمرار تذبذب نتائج الفريق الأحمر في الدوري أو بطولة دوري إفريقيا. وتابع المصدر أن كروش هو المرشح الأول لقيادة النادي الأهلي في حالة رحيل كولر، وأن محمد شوقي هو حلقة الوصل في التفاوض مع كروش الذي يقوم بجس نبضه لقيادة القلعة الحمراء.
ميدو يقترب من تقديم برنامج على قناة الزمالك ويقود خطة تطوير المنظومة.